الأستاذ ممدوح قناوي، عندما تحدثت في مقدمتي ذكرت أن مصر هي جامعة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهنا نقصد أن مصر هي قائدة الشرق الأوسط. إن أراد البعض أو لم يريد فهذه حقيقة طبيعية. من خلال ذلك كان حزبكم الدستوري الذي يرى أنه لابد من تعديل الدستور من خلال أساسيات فكره لكي يتناسب هذا الدستور والمرحلة القادمة من تاريخ العالم. فما أهم نقاط حواركم، أجندة حواركم داخل الحوار القومي؟ ناجي رئيسا وممثلا لحزب الجيل الديمقراطي، من الواضح ان الاستاذ ممدوح مركز على جزئيات مهمة ترتبط بالدستور، بينما من الواضح ان حزب الجيل عنده عدد من النقاط التي سوف يتحاور فيها. ربما يكون قانون الأحزاب أحد هذه المحاور، وأيضا مصادر تمويل هذه الأحزاب. فما هي رؤية حزب الجيل في ذلك وتعاونه مع المؤسسات الرأسمالية من خلال قوانين وشفافية وتخضع لرقابة النظام أو الدولة يعني؟